السلام عليكم، رجعت لكم تاني. معلش انا كملت للاسف بره الكاميرا. هو الموضوع سهل، مش يعني بسيط، مش صعب. كملت. المفروض ما كنتش لسه عامله الظهر ومش عامله الصدر، نص الصدر. بس انا هعرفكم عملت ايه. انا طبعا كنت شارحه هطلع ازاي. انا قلت لكم هنا هطلع من تحت الباط. ثواني، انا هتني الظهر عشان يبان انا عملت ايه في الصدر. تمام. اهو الصدر، نص ده، نص الصدر الاولاني. عملته، طلعت من قدام من هنا. قلت لكم الغرزه بتاعتنا يا اما بنبداها يعني مثلا بثلاث سلاسل ارتفاع وخمسة عمود، وبعد كده بنسيب اربع غرز ما نشتغلش فيهم وندخل في الخمسه نعمل عمود، وبعدين نعمل اربع سلاسل طايرين. دي غرزتنا. تمام. دي يعني يا اما هنمشي بالطريقة دي، يا اما ممكن يقابلنا في الاول هنا فراغ. المفروض نعمل فراغ. يعني انا عندي السطر اللي عليه الدور، المفروض هعمل، يعني انا السطر اللي عليه الدور مثلا هو ده، في العواميد هبدأ فوقه. فبطلع بثلاث سلاسل ارتفاع زائد اربع سلاسل، يبقى اذا سبعة. وانزل بعمود فين؟ في تاني غرزة، واسيب اربع غرز وادخل. هلاقي نفسي الدور، لو سبت اربع غرز هلاقي نفسي الغرزة اللي عليها الدور، اللي هي السلاسل اللي تحت، اللي المفروض ايه؟ الفراغ. هعمل بقى، ابدأ غرزة، اكمل الغرزة بيه خمس عواميد. يبقى انا الغرزة بتاعتي يا اما ببدأ بعمود اللي هو سلاسل الارتفاع زائد خمسة عمود، واسيب اربع غرز وادخل في الغرزة الاخيرة، في الغرزة الخامسة قصدي، واعمل عمود وخمس سلاسل طايرين. دي غرزتنا مكونة بكده، اللي هي خمس عواميد، اسيب اربع سلاسل او اربع غرز، واعمل عمود واعمل اربع سلاسل. غرزتنا مكونة كده. يا اما لو صادفني ان انا بداية السطر خمس عواميد، تمام، هعمل ايه؟ هعمل سبع سلاسل اللي هي تلاتة ارتفاع زائد اربعة، وانزل بعمود في تاني غرزة. تمام. واللي هي هتبقى طبعا هيبقى متشقلبة الناحية التانية. وانزل في تاني غرزة اعمل عمود، وبعدين اروح واخدة لفة عمود وادخل فين؟ في الفراغ اللي هو الاربع سلاسل اللي بعدهم، واعمل خمس عواميد. هنهي نهايتي خمس عواميد. تمام. في واحدة بدايتي السلاسل ونهايتي العواميد، وفي واحدة بدايتي العواميد ونهايتي السلاسل. تمام. دي شرح غرزتنا. تمام. انا عملت ايه؟ طلعت انا خلاص، وصلت لحد تحت الباط. هطلع سطور ثبات. انا بالنسبه لي هنا طلعت على قد المقاس بتاع الصدر، معايا مقاس ماشي عليه. طلعت كام سطر ثابت؟ طلعت 13 سطر. طيب انا غرزتنا هنا فيها توهة شوية، ما بعرفش اعدها. انا كام سطر؟ الغرزة بتاعتنا لو جينا من الحرف كده، ده اللي هي العواميد دي سطر، الفراغ سطر، العواميد سطر، الفراغ سطر، وهكذا بعد. عملت 13 لحد فين؟ لحد هنا 13 سطر. تمام. جيت انا حابه ان انا اعمل حرده كده على الصدر. عملت ايه؟ سبت غرزه. احنا قلنا متفقين ان غرزتنا مكونه من 10 سلاسل، يعني انتوا لو عديتوا دول هتلاقوهم 10 سلاسل. سبت غرزه كامله اللي هي مضاعفات العدد 10. وبدات منين؟ بدات من البداية الغرزة الجديدة. ما انا قلت لكم لو انا غرزتي بادئة بالعواميد بتبقى ناهية بالسلاسل. تمام. فانا طالما ناهية بالسلاسل يبقى الغرزة الجديدة هتبدأ من عند العواميد. طيب لما بدأت من عند العواميد، شايفين المفروض عملت بدأت بالسلاسل فوقها. تمام. بدأت بالسلاسل فوقها ومشيت كملت غرزتنا. طب انا لو بادئه من ناحيه البط جوه، بطلع السطر عادي وبكمل سطري عادي 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 لحد انا كانت العرض بتاع الصدر بتاعي ده كان تكرار الغرزه 6 مرات. فجيت انا هنا في السطور دي عملتها تكرار 5 مرات. طلعت بيها كام سطر؟ تعالوا بصوا. ادي 1 2 3 4. طلعت 4 سطور وكده وقفت. والمفروض هشتغل بقى الجزء التاني اللي زي الصدر ده. تمام. وبعدين هشتغل الظهر. تمام كده وقفت.
اذا الاجمالي بتاع عدد السطور كله، اجمالي عدد السطور ده كله كان كام؟ ادي 14، قصدي اسفه 13، وادي 4، يبقى 17 سطر. تمام، طلعاهم من عند حردة الباط لحد فوق 17 سطر. تمام، هوريكم انا عملت بقى. وانا كنت قايله لكم ان الصدرين تكرار الغرزة 6 مرات يمين، وتكرار الغرزة 6 مرات شمال. اذا الاجمالي 12 تكرار للغرزة. تمام، معلش اللون غامق هو ايه مش مبين. تقسيمة هحط لكم ايدي اهو، تقسيمة الصدر، تقسيمة الصدر. تمام، مش مبين تقسيمة الصدر وكده، بس انا هحط ايدي اهو. تمام، عملت هنا تكرار الغرزة 6 مرات، وتكرار الغرزة هنا 6 مرات. اذا الظهر تكرار الغرزة قد ايه؟ تكرار الغرزة هتلاقوه 12 مرة، لان انا قلت لكم انا عاملة عرض الكارديجيان 14 ابتدى 24 تكرار للغرزة، 24 تكرار للغرزة. اذا اضربوا 24 في 10 اللي هي مضاعفات الغرزة، هتلاقوا 200 تقريبا 240 سلسلة. البداية بتاعتي كانت 240 سلسلة. تمام، اذا انا زي ما قلت لكم كده خلاص عملت الصدرين وعملت الظهر ما فيهوش اي افتكاسات ولا اي حاجة. انا طالعة يعني يعتبر كان قطعة مستطيلة تكرار الغرزة 12 مرة اهو. تمام، جيت هنا شبكت بحشو بصراحة، شبكت بغرزة، هوريكم شبكت من جوه بغرزة حشو، هوريكم التشبيك ازاي. تمام، وبعد ما شبكت، طبعا انا مش شبكت في الجزء اللي هو الاربع، اللي هو في نهاية الاربع سطور. طبعا ما شبكتش الجزء اللي هو ده لان دي حردة الرقبة. تمام، شبكت بايه؟ بغرزة حشو. وبعد ما شبكت بغرزة حشو طلعت بالكم ده، هشرحه لكم لسه في الفيديو. تمام، هشرح لكم عملت ايه، هوريكم دلوقتي التشبيك وازاي عملت الكم. رجعت لكم. هشبك بقى الكتاف. تمام، اول في بس كام ملحوظه ناخد بالنا منها واحنا ماشيين. انا قلت ان احنا بنحاول نخلي تنظيفات الشغل او بواقي الخيوط في اتجاه واحد وكده، علشان نخلي الاتجاه ده داخلي. فاحنا لما هنيجي نشبك الكتاف وكده، هنراعي ان احنا نشبك من الاتجاه اللي فيه الخيوط متنضفه ناحيه جوه. تمام، فهنعمل ايه؟ انا هجيب من ناحيه اللي هي الناحيه اللي عند تحت الباط، من هنا من ناحيه جوه. شايفين اهي بواقي الخيوط ناحيه جوه. تمام، لو دون اول جزء هشبكه اخلي بالي من نقطه زي دي. لو ده تاني جزء هشبكه اخد بالي برضو علشان ما اعملش جزء مشبكاه من جوه وجزء مشبكاه من بره. لو جينا لاحظنا هنا هلاقي الجزء اللي قدام بدايته كانت ايه؟ السلاسل. والجزء اللي ناحية هنا بدايته العمدان. تمام، لو الجزئين مختلفين بالشكل ده ناخد بالنا من حاجة هقولها هشرحها دلوقتي. لو الجزئين زي بعض هيبقى الدنيا سهلة، هنشبك غرزة قصاد غرزة. تمام، لو الجزئين مختلفين زي كده هنعمل ايه؟ هدخل الإبرة كده في أول عندي يعتبر المفروض في سلاسل الارتفاع اللي هنا دي. تمام، واوديها فين قصادها برضو في سلاسل الارتفاع في الجزء المقابل. تمام، وهعمل ايه؟ هجيب الخيط. تمام، هسحب الخيط واخرجه، وهعمل ايه؟ منزلقة. وفي نفس المكان برضو هرجع اعمل ايه؟ حشو. تمام، انا بعمل حركة كده بسيطة بس برضو تأكيدا للشغل. بروح جايبة الفتلة القصيرة دي قبل ما اخلص غرزة الحشو، اروح لفاها اخليها تيجي ايه في الجهة المقابلة ناحية بره كده، بحيث ان انا اقفل الغرزة عليها تأكيدا بس للشغل. تمام، هعمل ايه بعد كده بقى؟ همشي المفروض دول 5 عمود، وعندي هنا المفروض 4 سلاسل. هحاول ان انا مجريش بالشغل، هقفلهم قصاد بعض
ما خليش الشغل يخني ان انا ادني اقفل الاقي نفسي الخمسة عمود راحوا قصاد الخمسة عمود التانيين في الجهة المقابلة. ليه؟ انا عايزة الشغل يبقى ايه قد بعضه ومش مكشكش من حتة، ومش يعني مثلا مش سابق، يعني عايزهم يبقوا الجزئين مطابقين فوق بعض يعني. تمام. هعمل حشو، هنقل على الغرزة اللي بعدها برضو. وانا كل ده انا لو اللي هيسألني يقول لي انتي بتشبكي فين في قلب في السلاسل التانيين، بلف حواليهم، مش شرط تدخلوا في قلب الغرز، بلف حوالين السلاسل اللي في الجهة المقابلة. تمام. هعمل حشو برضو، ادي التالتة، هعمل حشو برضو حوالين السلاسل المقابلة، ادي الرابعة. طب احنا كانت هما السلاسل 4 مش 5، ماشي. هاخد الغرزة الخامسة ادخل فيها اهو، بدخل في الغرزة من الناحية دي، ثواني، هدخل في الغرزة. تمام. دي الغرزة الخامسة. عادي ممكن اروح داخلها، هتلاقوا في غرزة واسعة كده في ما بين اللي هي السلاسل وما بين الخمس عواميد في الجهة المقابلة، هدخل فيها. تمام. المهم ان انا الشغل يبقى متطابق قصاد بعضه. لو العواميد قصادها فراغات يبقى اشبك العواميد مع الفراغات بس، ما ادخلش في العواميد اللي بعدها. لو الفراغات يعني وهكذا. هنا اللي عليه الدور لو لاحظتوا السلاسل الفراغات وقصادها العواميد وهكذا، هشبك لنهاية السطر حشو. تمام. زي ما انا قلت لكم، بس عشان التشبيك على الكاميرا صعب، هشبك وهرجع لكم لنهاية السطر. فين؟ اللي هو لنهاية الجزء اللي هو الاربع سطور بس، ما بشبكش الجزء اللي هو الغرز اللي انا سايباها هنا دي. الغرزة اللي انا سايباها دي ملهاش دعوة، دي حردة الرقبة. تمام. هشبك وارجع لكم. رجعت لكم. انا شبكت اهو، شبكت الغرز كلها زي ما انتوا شايفين ده الشكل. انا شبكت هنا بحشو، ليه مش بمنزلقة؟ علشان انا عندي فيه سلاسل. لو منزلقة دي لو الغرز عندي سليمة قصاد بعضها، لكن السلاسل دي لما هاجي هعمل المنزلقة هعمل فيها ازاي؟ هتبقى الفينش مش قد كده كويس، او هيبقى فيه عندي هعمل تناقصات غصب عني. في معلومة برضو عايزة اقولها لكم، علشان الجنبين يكونوا برضو زي بعض. ممكن على فكرة انتوا غصب عنكم وانتوا بتشبكوا يبقى فيه كيرف في الغرز او كده، في زيادات او نقصان. ممكن عدوا وانتوا ماشيين الغرز واكتبوها. تمام. انا وصلت لنهاية الغرزة، وصلت لنهاية الغرزة وصلت لنهاية الغرزة. هقفل اخر غرزة معاكم. اخر غرزة اهي في السطر. وصلت لاخر غرزة. هعملها فين؟ اخر غرزة عندي هنا هتكون بداية عمود، هدخل فيها وهقفل هنا. المفروض في سلاسل ارتفاع، بعتذر على الصوت ده معلش. هقفل هنا زي ما قلت، ادي اخر غرزة، اول عمود في الغرز، وهقفل قصادها هنا في غرز الارتفاع او حوالين العمود. تمام. وبقص الشغل. تمام. هقص بقى الخيط، لان انا كده مش هفنش الحردة والرقبة دلوقتي. هقص الشغل وهتنقل على الخطوة اللي بعد كده اللي هي الكم. هنا خلاص قصيت الشغل. تمام. هوريكم هنا اهو بعد ما قصيته. مش عارفة الكاميرا موضحة ولا لا. اهو فاضل هنا كده حردة الرقبة. انا لو فردته قدامكم هتلاقوا فيه، انا عاملة حسابي ان شاء الله لسه هعمل كنار على الصدر كده بالطول. هنتنقل للكمام. الكمام يا جماعة هنا بقى بالعكس، مش هشتغلها بالمقلوب، هشتغلها على العدل عشان الغرزة داير فهعمل الكمام على العدل. تمام. مش على المقلوب. وفي نقطة كمان عايزة اوضحها، ان هي على العدل. وكمان هبدأ لما اجي ابدأها من ناحية الظهر. يعني ايه؟ هبدأ بداية الغرز من ناحية الظهر. وهخلي بالي طبعا انا لما اجي هبدأ هخلي بالي
من عدد الغرز كويس، تقسيمة الغرزة كام غرزة علشان ما يبقاش كم يعني ايه اكتر او اقل من الكم التاني. لازم اعد الغرز اللي انا بعملها. فهنسمي الله كده وهنبدأ بإذن الله. هنجيب من ناحية الظهر اي غرزة من ناحية الظهر، وهنبدأ من عندها هنجيب الخيط. تمام. هنبدأ منين؟ مثلا انا هبدأ مثلا من نهاية ممكن اقول من الغرزة الفيصل اللي هنا دي اللي هي تحت الباط. تمام. هعمل منزلقة هعمل المفروض هعمل منزلقة وهطلع ب3 سلاسل ارتفاع. بس زي ما بعرفتكم في تركة كده بعملها، بروح جايبة الخيط القصير، دي كانت خيط تاني قديم معاها، بجيب خيط القصير الفه الاول قبل ما اطلع السلاسل. يعني انا عملت المنزلقة واجيب الخيط القصير الفه الناحية التانية قبل ما اعمل 3 سلاسل ارتفاع. 1 2 3. وهعمل ايه؟ هشوف الاول الغرز اللي قدامي دي ايه. يعني انا يعتبر هنا مثلا بادئه في فراغ، فانا غرزتي قلت لكم لما بيكون كان في فراغ بنبدأ بايه؟ بالعواميد. المفروض بعمل كام عمود؟ 5 عمود. تمام. فانا هعمل ايه؟ هبدأ بالعواميد. هقول 1 بس يا ميت، 2 هنا قصدي 3 4 5. كانت غرزتنا لما بنبدأ بالعواميد بنسيب المفروض بنسيب 4 غرز ما نشتغلش عليهم ونعمل عمود في ال5. تمام. اهو المفروض هسيب 4 غرز. انا عندي هنا الغرز دي تعتبر فراغات، مفيش غرز. لو هشتغل على الداير ما يدور بقى حوالين الكتف كله هيبقى مقابلني كده ايه بالمنظر ده. تمام. فانا هعمل ايه؟ هاخد لفة، وده هيبقى ما يعادل ال4 غرز. يعني عرض السلاسل دي. ثواني. هسيب اللي هو العرض ده وكمان الفراغ ده. هعمل ايه؟ هاخد لفة عمود وهدخل في نص العرض اللي عليه. يعني انا سبت عرض غرزة. تمام. وسبت كمان فراغ. ثواني هعدل بس الإضاءة. سبت عرض الغرز اللي هو سلاسل الارتفاع اللي هو الغرز دي، وهسيب كمان الفراغ. هاجي هنا فين؟ في عرض الغرز التانية هعمل فيها عمود بلفة. انا واخدة لفة عمود. تكملة الغرزة بتاعتنا هاخد 4 سلاسل مقابل المفروض الغرز اللي انا سبتها. وهعمل ايه؟ باخد لفة عمود وابدأ بقى غرزة جديدة. يعني انا هنا غرزتي بادئه ايه؟ غرزتي بادئه ب5 عواميد، وسبت غرز وعملت عمود ونهيتها ب4 سلاسل. سبت المفروض ما يعادل 4 سلاسل وخدت عمود في ال5. يبقى كده انا استخدمت يعتبر ما يعادل 10 غرز، وخدت ال4 غرز الطايرين مكان المكان اللي انا سبته. وهبدأ المفروض في نفس المكان اعمل ايه؟ اعمل العواميد. ابدأ غرزة جديدة برضو 5 عواميد، بس هبدأها فين بقى؟ هبدأها في الفراغ اللي جنب عرض الغرز على طول. هعمل 5 عواميد. تمام. ادي 1، دي بداية غرزة. 2 3 4 5. تمام. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هاخد لفة عمود واسيب ادي عرض غرز وفراغ، وادخل في عرض الغرز اللي هم ال5 بالجنب اللي بعدهم. اعمل ايه؟ عمود، واكمل 4 سلسلة.
يبقى كده دي الغرزة التانية تعتبر انتهت. هبدأ غرزة جديدة في نفس المكان في الفراغ اللي بعده 5 عمود. تمام، دي 1 2 3 4 5. واعمل ايه زي ما قلنا؟ هناخد لفة عمود ونسيب اهو غرز اللي هي بالعرض دي، ونسيب فراغ وندخل في عرض الغرز اللي عليها الدور، ونعمل عمود وننهي غرزتنا ب4 سلسلة. تمام، ونبدأ غرزة جديدة وهكذا. ليه انا بعمل كده؟ انتوا لو قلتوا طب ما انتي عرض الغرز سايباها كتير، يعني العرض اللي هو انت بتسيبي عرض غرز بفراغ ده اكتر من ما يعادل 4 سلاسل. هقول لكم ليه. لان فتحة الكم واسعة زيادة عن، يعني تبقى زيادة، الغرزة دي بتبقى مفرغة وزيادة، فانا مش عايزاها تبقى زيادة عن اللازم. انا بحاول اللي انا عايزة ايه، ولا تبقى مكشكشة قوي ولا تبقى ايه واسعة قوي، فاضطر ان انا وانا ماشية هضطر ان انا عاوزة اعمل تناقصات. فانا تناقصات عشان اعمل تناقص مش هعرف العب في غرزة مضاعفاتها عدد 10. تمام، علشان اعمل تناقص لازم يعني انقص غرزة، او يعني انقص الغرزة اللي انا ماشية عليها. فانا الغرزة مضاعفات عدد 10، هنقص 10 غرز بحالهم. فهيبقى التناقص مش لطيف. فانا بحاول ان انا بقدر الامكان اوسطن الامور. ولما اوصل مثلا عند المعصم بتاع الكم، لو انا حابه اعمل تناقص وقتها واحنا ماشيين مع بعض هنشوف هنتعامل ازاي. فانا هكمل لنهايه السطر وهرجع تاني، لان احنا السطر الجديد احنا هنا هنمشي حلزوني، مش رايحين رايح جاي. احنا في الغرزة بتاعتنا كنا شغالين شغل مفتوح، هنا هيبقى الكم شغل مقفول. فاحنا هيقابلنا سطر بنبدأ بالعواميد، وهيقابلنا سطر المفروض نبدأ بالسلاسل. فانا هكمل السطر ده وهرجع لكم عشان نشوف احنا هنبدأ السطر التاني ازاي. رجعت لكم. انا كملت السطر للنهاية، فحبيت اقفل معاكم السطر. المفروض احنا كنا بادئين، حبيت بس ابين المعلومة دي، احنا كنا بادئين بالمفروض بالعواميد. فالمفروض انهي السطر بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي السلاسل الطايرة. فهعمل ايه؟ انا المفروض هنا شايفين المنظر ده، انا هنا عملت العواميد، هاخد لفة عمود. المفروض انا بسيب غرز وبسيب فراغ واشتغل في اللي بعده، يعني فيما معناه اللي هو في نفس المكان اللي بدأت فيه، بس انا كنت نقلة وبدأ من الفراغ اللي قبله، فمش هتفرق. فهعمل ايه؟ هاخد لفة عمود وهدخل في الفراغ ده. تمام، وهعمل عمود. تمام، وهعمل ايه؟ 1 2 3 4. كده المفروض غرزتي انتهت، وكمان معايا السطر انتهى. فهعمل ايه؟ هقفل المفروض منزلقة في الغرزة الثالثة اللي هي بتاعت سلاسل الارتفاع، او الغرزة اللي هي بتاعت اول عمود في الصف في الصف. تمام، هيبقى الشكل بالشكل ده. هطلع ايه بقى؟ دي بقى اللي هو الشغل اللي انا بقول لكم كده، همشي داير ما يدور. هطلع سطر جديد، هعمل ايه؟ انا غرزتي الاول هنا بتاع السطر ثواني ثواني يا ميدو بقى، معلش ثواني يا ماما، بس استنى. هطلع ايه؟ المفروض السطر اللي انا ده اللي هو موجود ده كان عواميد، فالسطر اللي انا هطلعه جديد المفروض الغرز اللي فوقه تبقى، هعكس الغرزة هتبقى السلاسل طايرة. فهعكس الغرزة. هنشرح ازاي بنشتغل بالطريقة التانية. اولا هعمل 3 سلاسل ارتفاع. تاني خطوة هعمل السلاسل الطايرة اللي هي مكونة من 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام. طيب هعمل ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هاخد لفة عمود وهنزل في العمود اللي عليه الدور اللي هو جنب المكان اللي فيه السلاسل، وهعمل عمود هيبقى بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده هاخد المفروض انا كده بقى غرزتي المرة دي هبدأ ايه؟ هبدأ السلاسل واعمل في نفس المكان في الغرزة اللي بعدها على طول اللي انا طالعة منها،
عمود. وهنهي هنا بقى، بدل ما انا بنهي في الغرفة الطريقة التانية بالسلاسل، لا هنهي هنا بالخمسة عمود. هاخد لفة بقى العمود وهروح فين؟ هسيب ده كله، هتلاقوهم اصلا 5 بما يعادل 5 سلسلة او 4، والخمسة هي الايه السلاسل الفاتحة دي. 1 2 3 4 زي ما انا قلت. الدور على ايه؟ الفتحة هنا هعمل فيها ال5 عمود. هعمل ادي 1 2 3 ثواني يا ميدو. 3 4 5 كده. يبقى انا بدأت غرزتي بالسلاسل ونهيتها بالعواميد. خلصت يعتبر اول غرزة، فهبدأ غرزة جديدة. هيبقى 1 2 3 4 سلاسل. وهعمل ايه بعد ما بطلع 4 سلاسل؟ المفروض انزل اعمل عمود في الغرزة اللي عليها الدور. سواء انا بمشي، ممكن تعملوها في الغرزة اللي عليها الدور على طول دي، او تعملوها على طول في تاني عمود ده، مش هتفرق. بس المهم ان انتوا طريقتكم تبقى اللي ماشيين بيها تبقى نفس الطريقة اللي ماشيين بيها في كل الغرز. تمام. فانا هعملها في تاني واحدة، لان انا كنت بادئه جزء من الكم التاني فعملت كده، فهمشي بالطريقة دي اللي هو يعتبر اهو تاني عمود. تمام. ثواني اهو تعتبر تاني عمود. تمام. وهعمل ايه؟ انا بدأت بالسلاسل وعملت العمود، ادي كده اول جزء من الغرزة 5، يعتبر اشتغلت ال5 غرز. يبقى فاضل معايا 5 عمود. هنقل فين؟ في الفراغ اللي بعده هعمل 5 عمود. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، ركزوا في الشرح كويس وهتلاقوا الدنيا الغرزة جميلة جدا وسهلة، بس محتاجة بس ايه تركيز انتوا ماشيين ازاي، يعني وقوة ملاحظة وانتوا ماشيين على الغرز عشان ما تسرحوش. يبقى انا كده بدأت بالسلاسل ونهيت بالعمود. كده غرزتي بتبدأ في السطر ده بالسلاسل وبتنتهي بالعواميد. في السطر التاني بتبدأ بالعواميد وبتنتهي بالسلاسل. يبقى دي غرزتي بالشكلين، بتحدد الغرزة اللي بيحكمني بيها السطر اللي انا طالعة عليه شكله ايه. ان انا طالعة على فراغ هشتغل فوق فراغ، ولا طالعة فوق عواميد. فانا هكمل لنهاية السطر وهرجع لكم. تمام. وكده همشي بالكم بالطريقة دي.